سلام. قبل لا نبدا مقطع اليوم، عصابة الجميلة يوميا ان شاء الله راح ينزل لكم فيديو. اعتقد انه كذا نحن مش مقصرين، وصراحة الحمد لله يعني صرت جالس في البيت، وهذا كله صراحة بسببكم. وانا من الاشخاص الفترة الاخيرة ما كنت اجلس في البيت، كنت لازم يوميا انزل العب مع الشباب كورة او اطلع مكان، فالحمد لله سوينا كنترول. بس صراحة يا جماعة ابغى الحماس يرجع لي، يعني ابغى الكل في هذا المقطع انه ينشره في كل مكان، ابغى الكومنتات تتفجر، نبغى نوصل هذا المقطع على الاقل 15,000 لايك. عصابة ريدكس والله ما في شيء صعب عليكم، وانا اوعدكم ان المقاطع الجايه حريقه ومحتويات حريقه. ديم كان خطاب جميل. على العموم يا جماعه، نسمع انتم شايفين في حلقتنا لليوم محبين اندرو تيت، خلونا نفهم مين هذا الشخص وكيف تم سجنه. موضوع يا اخوان حساس جدا، اتمنى من الكل يلبس السماعه ويجيب اكله عشان نبدا مقطع اليوم. اندرو تيت هو ملاكم كيك بوكسينج امريكي ونصفه بريطاني، وكمان رجل اعمال ناجح، وفي سنة 2022 صار شخصية مشهورة على السوشيال ميديا. ايش الشيء اللي شهر اندرو تيت؟ اللي شهره هي دوراته التدريبية، كان يسوي تدريبات وعضويات مدفوعة عشان تحضر له محاضرة يعطيك شرح عن كيف تدير أعمالك أو كيف تكون واثق من نفسك ومن الأشياء الإيجابية. طبعا في سنة 2022 أندرو تيت كان من أكثر الأشخاص اللي تم بحثا عنه في محركات جوجل. صرنا كلنا نشوف مقاطع لشخص أصلع لابس نظارة وجالس يتكلم على التيك توك، على الانستغرام، وبعض الناس صاروا يبدوا يحطوا مقاطعه على حالات الواتساب، ففي كل مكان تحصل هذا الشخص لازم موجود. طبعا نسبة كبيرة مننا نحن كعرب قاعدين نسأل نفسنا مين هذا الشخص؟ وليش طالع في كل مكان؟ وليش دائما يتكلم؟ لأي واحد يبغى يعرف مين هو أندرو تيت بس مو فاهم أصلا مين هذا الشخص أو ليش أصلا صار مشهور. خليني كده على السريع أقول لك مين هو. هذا الشخص أكثر شخص يحبونه رجال الأعمال وأي شخص مبتدئ في البزنس حقه، حتى أو أي أحد يبغى يصلح حياته ويصير شخص إيجابي. أندرو تيت في المقابلات اللي احنا قاعدين نشوفها معظم كلامه يدعمك معنويا ويعطيك الدافع انك تشتغل على نفسك بأبسط الأشياء اللي عندك. الكلام اللي قاعد يقوله انت وانا وغيرنا نقدر نقوله، بس للأسف احنا مو قاعدين نفكر بهذا الكلام او نمسح من ذاكرتنا هذه الأشياء. فأندرو تيت لسه متذكر هذه الأشياء ومتذكر أساليب وخطوات توعيك وترجعك لشخصيتك الحقيقية، يعني يصحصحك، فاهم علي؟ ترجع لوعيك وما ترجع نفس ما كنت، ترجع أقوى، وهذا على حسب ما الناس كانت قاعدة تقوله. أندرو تيت يا عزيزي المشاهد هو رجل أعمال غني جدا، وانشهر بسبب النصائح والمقابلات اللي يقدمها للناس. شخصيته الحقيقية وأسلوبه في الكلام قاسي جدا، دائما في أي مقابلة يعطي كاش في الوجه، ما يخاف من أحد، وعنده المزح تقريبا 1%. طبعا حتقول لي أندرو تيت هو أكيد شخص مسيحي، سابقا كان مسيحي وكان ضد أشياء جدا كثيرة رغم أنه هو مسيحي. مثلا كان ضد أصحاب العلم الملون، وكان أيضا ضد انه الامرأة تتحدث مع الرجل والامرأة يصير عندها اصدقاء اولاد. يعني سبحان الله وانت قاعد تشوفه تقول يا اخي ليكون مسلم، لانه قاعد يتكلم بمنطق. بس طبعا مو كل كلامه، يعني في اشياء انا اتفق معاه وفي اشياء انا ما اتفق معاه نهائيا. لكن اندرو تيت كان ضد اي حملة تدعم أصحاب العالم الملون أو أي حملة سيئة. حتى المغنيين اللي هم الماسونيين اللي يطلعوا في الفيديوهات الكليب اللي يرقصوا مع إبليس والشياطين ويعطوك الرموز، كان هو ضد هذه الأشياء حرفيا، يعني هو باختصار ضد الفساد اللي قاعد يصير. طبعا الكلام اللي كان قاعد يقوله انشهر، ناس كثير بدأت تسمع له، ناس كثير صارت تحط الفيديوهات اللي هو ينزلها، فاستجابوا لرسالته وارقامه صارت عاليه وشهرته صارت جدا واسعه. حتى انا حاليا قاعد اصور هذا المقطع بسببه. طبعا الاعلام الغربي استغرب من هذه المصيبه اللي طالعت لهم، كيف شخص مشهور وعنده ارقام كبيره جدا، مو اي واحد طبعا، هذا رجل اعمال غني، ضد الاشياء اللي نحن قاعدين نسويها. طبعا الكلام اللي كان قاعد يقوله اندرو تيت كلام كبير جدا، انه يكون ضد اصحاب العالم الملون واصحاب الفساد اللي قاعد يصير هذا. فالكلام هذا وصل للمسؤولين الكبار اللي هم يسووا هذه الحملات. ولكن مثل ما ذكرت لكم في البدايه، اندرو تيت شخص ما يهمه اي حد، استمر وسحب. اي مقابله تيجي يقول لهم اسمعوني انا ما ادعم اصحاب العالم الملون ولا ادعم اي فساد قاعد يصير. يطلع لي مغني راب يسوي لي رموز شيطانيه، يطلع لي مدري مين ويتكلم عن الشيطان ويبيع روحه. الكلام هذا كله غير صحيح وكلها مؤامرات. ومن الكلام هذا الرجال من الاخر زبد،
ما في مزح. طبعا الغرب اتاثروا بالكلام اللي قاعدين يسمعوه من اندرتيد، حتى اتفقوا مع كلامه، قالوا يا اخي الانسان هذا قاعد يتكلم كلام صحيح، يعني عنده اساليب يقدر يخليك تقتنع وتقول انه هذا الشيء صح اللي قاعد يقوله. طبعا مين اللي يغضب هذا الكلام؟ اللي هم مسوين هذه الحملات او اللي يدعموا اصحاب العلم الملون، نفس الفنانين، لعيبه الكوره، الانديه الكبيره، حتى الشركات الكبيره، اغضبهم كلهم. طبعا الشركات هذه والناس اللي مسويه الحمله الفاسده هذه انتقامهم سيء جدا يا اخوان. انا مش قاعد اتكلم عن شخص او 10 او مدينه او بلد، انا قاعد اتكلم لكم عن منظمه كبيره جدا، منظمه ممكن تحاربك، تخفيك لو انت ضدها. فتخيل معي شركات، مؤسسات، لعيبه، انديه جالسه تدعم اصحاب العلم الملون وتدعم اشياء ثانيه وهي تبغاها، تيجي انت قاعد تحارب هذول كلهم، فانت كذا راح تطيح في فخ ما حد راح يعرف وين مكانك. وانتقامهم سيء جدا يا اخوان. يا ما تكلمنا عن الماسونيين، يا ما تكلمنا عن الناس اللي تدعم اصحاب الملون، لدرجه ان اصلا صارت توصل معاهم مرحله يحطوا هذه الاشياء في قنوات حقت اطفال ورسوم متحركه، فاي واحد راح يجي ضدهم ما راح يخافوا من حد. على العموم الشركات الكبيره هذه والناس اللي تدعم اصحاب العلم الملون راحوا لاندرتيل وقفلوا جميع حساباته على السوشيال ميديا، انستغرام، تيك توك، تويتر، يوتيوب، كل شيء قفلوه عشان يخلوا الرجل هذا يسكت وما يبدا يطلع اي كلام عنهم. يعني انتم متخيلين معي؟ هذول هم نفسهم اللي يقولوا نحن عندنا الحريه، والله ما صار فيها حريه يا اخوي. تدري ايش اللي راح يصدمك؟ قبل لا يقفلوا حسابات اندرتيد كان طالع في لقاء وكان قاعد يقول في هذا اللقاء راح يقفلوا حسابي، واذا ما حصلوا اي فايده راح يرموني في السجن، وبرضه اذا ما حصلوا اي فايده من السجن راح يقتلوني. هذه هي خطواتهم. I knew it was coming. I absolutely knew it was coming because of how orchestrated it was. The only thing, and I'll state this at the beginning, the only reason I'm upset by being canceled is because I've expired one of my lives. Because first you get canceled, then they make up a reason to put you in jail, and if that fails, they kill you. So now I'm down to my last 2 lives, which is also why while I'm answering this question, I'm still being careful how I'm answering it. I'm not telling you scary shit. It's scary because they've given me the warning, and I'm still running my mouth. Yeah. So that's scary. But here's how cancellation works. So I knew it was going to happen because there's very, very orchestrated attacks. أنا الصراحة حاسس إن الشخص هذا ممكن في أي يوم نسمع خبر وفاته، لأنه هو لوحده ضد منظمة كاملة. يعني هم قدروا بالفعل يقفلوا حساباته، عندهم الإمكانية إنهم خلاص ينهوا حياته برضه، ولكن في البداية قاعدين يعطوه فرص. على العموم جمهور اندرتيد بعد ما تقفلت جميع حساباته عرفوا انه كلامه صحيح، عرفوا انه هو كل حرف او كل كلمه قالها كانت صح، لو انها مو صح ليش طيب قفلوا حسابه؟ فالجمهور حقه كان مجنون، بدأوا ينشروا فيديوهاته اكثر، بدأوا يتكلموا عنه اكثر، حتى يوتيوبر كبار بدأوا يتكلموا عن اندرتيد وبدأوا يدعموه. وسبحان الله الين ما تغيرت الاحوال. اول حاله لما ايلون ماسك راح اشترى تويتر. طبعا ايلون ماسك اول ما اشترى تويتر راح فتح اي حساب كان مبند، منهم حساب كاني ويست وايضا حساب اندرتيد، رجع لهم حساباتهم. فكذا نقول اخيرا الحمد لله اندرتيد قدر يرجع حسابه عشان يقدر يتنفس ويقدر يطمن الناس عنه. يعني على الاقل حاليا عنده منصه واحده واللي هي منصه تويتر يقدر يعبر عن نفسه. المهم بعد ما رجع للساحه يوتيوبر كثير كانوا متحمسين يصوروا مع اندرتيد، وبالفعل استضافوه، وبعد ما استضافوه قال لهم انا اصلا عارف انه كل شيء راح يصير كذا، يعني عارف انه هذا التخطيط لهم، فعارف انه راح يتم تقفيل حساباته وفي اشياء كثيره سيئه راح تيجي لو استمر بهذا الشكل. على العموم اندرتيد مع مرور الايام صرنا نشوفه مع احد المؤثرين اللي في دبي. عندنا هنا المؤثر هذا نشر في حسابه مقطع فيديو، في هذا المقطع الفيديو كان فيه له اندرتيد وصديقه المؤثر كانوا في المسجد وهم الاثنين يصلوا. وبكذا اقدر اقول لكم انه اندرتيد اعلن الاسلام، لانه هو من وهو مسيحي كان يمدح في الاسلام، كان جدا مهتم في هذا الدين، جالس يمدح في ديننا الاسلامي وجالس يقول كلام طيب جدا عن دين الاسلام، وقال انه هذا هو الدين الصحيح. وعلى فكره حاليا اندرتيد يملك بيت في دبي وايضا عنده بيت في رومانيا، فدائما من دبي الى رومانيا، من رومانيا الى دبي. المهم
أندرو تيد استمر في التنزيل واستمر في المقابلات وبرضه مستمر في شغله. وعشان أكون معاكم صريح، الشخص هذا عنده ملفات وفضايح كثيرة جدا عن أوروبا. يعني ماني عارف صراحة، أنت خلاص المفروض حضروك أكثر من مكان، لا تقعد تتكلم. بس أندرو تيد عنده تصريحات وعنده أشياء جدا مجنونة تحس إنه لا لازم أقولها، وبالفعل في أي مقابلة يطلع لازم يصرح عن حاجة. بس المشكلة ما يعرف إنه الأشياء هذه لها عقوبات ولها انتقامات لأبعد الحدود. يعني للأسف الشخص هذا أبدا ما يسكت أبدا، لأنه الحملات السيئة هذه يا جماعة تدور عليك أصغر غلطة عشان بس يمسكوك، يا يفضحوك أو يخربوا سمعتك أو يرموك في السجن. وبالفعل من 6 أيام بالضبط بعد ما طلع أكثر من مقابلة وتكلم، أندرو تيد فجأة وهو في بيته في رومانيا تم تصويره بفيديو كامل لشرطة رومانيا وهي تداهم بيته وتلقي القبض عليه. Why do you save the girls? Are the accusation realistic? الشيء الغريب انه ليش اصلا قاعدين يصوروا بهذه الطريقه؟ جايبين مصورين وجايبين اضاءه ومسوين اديت. يعني ليش؟ ترى الرجال مش مسلح، هو واحد بس يعني ومعاه اخوه. راحوا نزلوا الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تقريبا راحوا جابوا نص قنوات الاخبار عشان بس تصور هذه اللحظه. وفي النهايه احنا اصلا ما نعرف ليش تم اعتقاله. يعني لا مسكتوا معاه سلاح ولا مسكتوا معاه اي حاجه ثانيه، في حاجه غلط. لين الحين الاخبار اللي قاعدين نسمعها عن هذا الشخص كلها غلط. اول خبر يقول لك انه أندرو تيد تجاره بالبشر، وثاني خبر يقولوا انه في بنتين راحوا بلغوا عليه، وهذيل البنتين كانوا واعدهم بالزواج وسحب عليهم. الكلام ابدا مو مفهوم، والاشاعات اللي جالسه تطلع اشاعات كثيره جدا، وفي تشويه سمعه على أندرو تيد مو طبيعيه. حاليا راح يجلس في السجن لمده 30 يوم على اساس انه عندهم دليل. في النهايه راح نعرف هل هو بالفعل مرتكب حاجه ولا بس اللي قاعدين يسووه كذب ومجرد اوهام. بس اللي انا كريدكس خايف منه انهم يلبسوه حاجه، لانه شخص نفس كذا مستحيل يقدر ينجو من منظمه كبيره. المنظمه ممكن تلزق فيك اي حاجه. يعني في احد الاخبار اللي طلعت والكثير قاعد يتكلم عنها انه أندرو تيد اصلا ممسوك على تهمه لها 9 سنوات او 10 سنوات، واللي هي كانت برضه تجاره بالبشر. كان مسوي موقع، والموقع هذا نوعا ما خلينا نقول حساس شويه، لو تكلمت عنه في هذا الفيديو ممكن اخرب شويه عقليات، فخلينا ساكتين. بس 10 سنوات يا رجل او 9 سنوات جاي تمسكه الحين، فهذا الشيء اللي بصراحه مخيف. المنظمات يا جماعه في اوروبا ابدا ما تحب احد يلعب معاها. كلنا شفنا المنتخب الالماني ايش سوى في كاس العالم، كان يدعمون اصحاب العلم الملون لدرجه انهم يعني مو خايفين من اي حد وكانهم مهددين. صرنا نشوف القنوات حقت الاطفال تدريجيا بدات تتحول، ففي اشياء غريبه قاعده تصير. على العموم هذه هي كانت قصه او سالفه اعتقال أندرو تيد. اتمنى انكم فهمتوا الموضوع واتمنى انكم فهمتوا القصه كلها. على العموم يا جماعه ما راح نطول اكثر من كذا. عصابتي الجميله، سلام عليكم.